تأجيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس جديد. إنه القوات المسلحة تدخلت وحاولت أن تنصح ولم يقبل نصحها، وبالتالي قررنا الآتي: واحد، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة. رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الهيئة القضائية كلهم والنائب العام ورئيس استئناف القاهرة بيؤدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. بعد ما يؤدي، فهذا قرار لا يملكه الفريق أول عبد الفتاح السيسي ولا تملكه القوات المسلحة، ولا يجوز لرئيس المحكمة الدستورية العليا أنه يؤدي اليمين أمام جهة غير مختصة. نمرة 2، يعين هذا الأخ المستشار الجليل لطفي عدلي منصور، يعين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للجمهورية. مين اللي بيعينه؟ بيعينه الفريق أول عبد الفتاح السيسي. طيب، يعطل الدستور. مين اللي يملك تعطيل الدستور بعد أن صوت عليه الشعب ب 64% تقريبا من أصوات الذين أدلوا بأصواتهم؟ محدش يملك هذا. تمشي خطة طريق 1 2 3 التي ذكرها. هذه الإجراءات كلها هي انقلاب عسكري. لا شك في أي تفكير قانوني سليم لا يريد أن يغالط نفسه أنه ده انقلاب عسكري بجميع أوصافه. القصة الدستورية كلها لهذا الأمر أنه انقلاب مكتمل الأركان ليس له من الشرعية الدستورية أي سبب.